صباح الخير، ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن الأطفال اللي مثلوا في السينما المصرية، وهنبدأ بالطفلة الجميلة إكرام عزو. اتولدت إكرام عزو سنة 51، واشتهرت في طفولتها بالطفلة اللمضة. وبدأت إكرام عزو مشوارها الفني سنة 59 في دور ابن شادية في فيلم المرأة المجهولة. وفي نفس السنة قدمت دور صغير في فيلم بين السماء والأرض. وفي سنة 60 قدمها المخرج فطين عبد الوهاب في فيلم الفانوس السحري، وأشهر أفلامها فيلم عائلة زيزي. واتجوزت إكرام عزو من طبيب الأطفال دكتور سمير الصاوي، وخلفوا 3 أولاد وعاشوا في الإمارات. واشتغلت إكرام مدرسة، لكن إكرام عزو كانت مريضة بالقلب، وعملت عملية كبيرة فيه، ونصحها الدكاترة بالراحة التامة بعد العملية. لكن هي صممت على أداء فريضة الحج بعد العملية بشهر واحد. وتوفت إكرام عزو بعد الحج بشهرين سنة 2001، وكان عندها 50 سنة. أحمد فرحات. اتولد أحمد فرحات سنة 1950، وهو في المرحلة الابتدائية اكتشفوا المخرج صلاح أبو سيف واداله دور الطفل اليتيم في فيلم مجرم في أجازة مع فريد شوقي. واشتغل أحمد فرحات في السينما لمدة 10 سنين. ولما خلص ثانوي دخل المعهد العالي الصناعي، وكان تخصصه اتصالات. ولما اتخرج اشتغل مهندس اتصالات في رئاسة الجمهورية. واتجوز أحمد فرحات 3 مرات، ومن أشهر أدواره دوره في أفلام سر طاقية الإخفاء ونهر الحب وإشاعة حب. فيروز. اتولدت فيروز سنة 43، وهي أشهر الممثلات الأطفال، وهي الأخت الكبيرة للفنانة نيلي، وبنت عم الفنانة لبلبة. واسمها الحقيقي بيروز أرتين كالفايان، وهي من أسرة مصرية أصولها أرمنية. اكتشفها صديق والدها إلياس مؤدب، اللي كان في يوم بيعزف عندهم في البيت، وشافها وهي بترقص، فلفتت نظره بخفتها وطريقتها، فكتب لها مونولوج مخصوص ليها، وخدها معاه الحفلة من حفلاته وقدمت فيها المونولوج، وأعجب بيها الناس جدا. وقرر إلياس مؤدب إنها تقدم المونولوج في ملهى الأوبرج الليلي، وفعلا حققت نجاح كبير جدا. وشافها النجم أنور وجدي، وأنتج لها مجموعة أفلام أخرجها ومثل فيها، وأطلق عليها اسم فيروز. وسنة 53 انفصلت فيروز عن أنور وجدي لما قرر والدها إنهاء عقد الاحتكار مع أنور وجدي، وإن هو اللي يقوم بإنتاج أفلامها. وأنتج لها والدها فيلم الحرمان. وبعدين توقفت فيروز عن التمثيل لمدة 3 سنين، ورجعت قدمت عدد من الأدوار السينمائية اللي تناسب عمرها في الوقت ده، زي فيلم صورة الزفاف وعصافير الجنة، و4 أفلام تانيين بس ما نجحوش. فقررت فيروز اعتزال الفن نهائياً. واتجوزت فيروز من الفنان بدر الدين جمجوم، واستمر جوازهم لحد وفاته سنة 92، وخلفوا ولد وبنت. وتوفت فيروز سنة 2016. سليمان الجندي. سليمان الجندي واحد من أشهر الأطفال في السينما المصرية، واشتهر بتقديم دور الطفل الغلباوي. واعتقد الناس إن سليمان الجندي هو ابن الفنان فريد شوقي في الحقيقة، من كتر ما مثل معاه دور ابنه في الأفلام. ومن أفلامهم رصيف نمرة 5 والأسطى حسن وغيرهم. وشارك سليمان الجندي في كتير من الأفلام مع كبار نجوم الفن، زي أفلام أرض السلام، القلب له أحكام، موعد مع إبليس، كلمة الحق، شباب امرأة. وبطل سليمان الجندي التمثيل لمدة 5 سنين، ورجع وهو شاب في فيلم أم العروسة سنة 53. وبعدها قدم هي والرجال والنصف الآخر، وده كان آخر أعماله. وقرر إنه يعتزل الفن، وكان عنده 22 سنة. واستقر سليمان الجندي في اسكندرية، وفتح معرض عربيات، وتوفى سنة 96.